دابا غادي ندير الطاجين ولا ندير هاد الوصفة اللي عجباتك كندير اللي بالك ديريه. ياه. اللي درتي راه يقضي الغرض. انا ملي كيكون الحال سخون بنادم تيهرب بداك المرقة وداك الطاجين وداك. المهم السلام عليكم متابعين ديال العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير هانية؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا سيدي ربي. كي دايرين مع شي صعوبات؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع الجو؟ الحمد لله على كل حال. راه اليوم باردة شي شوية، راه صبحات يا سلام. غادي نحضر معكم هاد الوصفة اللي هي صحية وبنينة وسهلة في التحضير وحتى شي بيت مختارش هاد المكونات. بسم الله على بركة الله. تبعوا المقادير وطريقة التحضير. عندي بودنجان اللي هو هذا، عندي الثومة انا درت على حسب الافراد، درت 2 دنجالات. نتوما الكميات تتبقى لكم على حسب الافراد اللي عندكم في الدار. المهم دابا غادي نقي الدنجال ديالي. بسم الله. نحيد هذا الراس، غادي نقيه واحد شي شويه. مانيش نقيوه بزاف. حتى هاد الجلفه ديالو راه مهمه حتى هي، راها زوينه. كنحيد له هذا الراس اللي كيكون ملس. ماشي مشكل، نحيد هاد الجلفه. عندي هنايا الماء، غادي ندير فيهم الملحه. ندير مليحه باش ما يتشرب ليناش الزيت. غادي نقشر الدنجال ديالي على هاد الشكل. كنقطعوه على 3 المرات الا كانت الدنجاله عامره، اما الا كانت رقيقه ميان في التقطاع بلا ما تقسموها للداخل. غادي نقسمها على هاد الشكل. الدنجال ما حسن يكون طري، تجيبيه جديد تيكون مازال شاد راسو. انا جبتو واحد يومين هادي ولا 3 ايام، ولكن كنصاوبو ونحطو تنحتفظ بيه تيبقى شاد الحجم ديالو، حتى هو ما كيتلواش وما ما كيفقدش داك الجهد ديالو. كنقطعوه على هاد الشكل. هانتوما ملي تنشوفو فيهم ديك الكحولية تنحيدوها ما كنخليوهاش. دابا حنايا هنايا الا بغيتي الخضرة تكون جديدة وطرية، يا تجيبها نهار الخميس ولا تجيبها نهار الثلاث. نهار الثلاث كتكون جديدة بحال اليوم، راه كاينة موجودة. حنا دابا عيننا كبيرة تنبغيو نديرو تحت منا خضرة، راه بنادم يجي غير داكشي باش يخدم منها ما تبقاش دبالت في الثلاجة وبنات تجيبها بقى طرية. حنا لا، ملي كنمشيو نعبرو ولا حط هادي زيد هادي، حط هادي زيد هادي، حتى كنديرو كل حاجة 2 كيلو ولا 1.5 كيلو. هانتوما دابا شوية شوية الملحة، شوية الماء، غادي نحركها نخليها على جنب. هاد التومة غادي نقيها مزيان، قبل ما هاديك الفلفلة نقيها مزيان. ها هي قلبيها، ها هي زي عندك شي غدا ما نزيد لك. الفلفلة هي غنديرها في هاد الوصفة
ولكن كنشوفوها واحد شي شويه، كنديرو واحد المعلقه ديال الزيت صافي كاع غير طفي عليه صافي. غادي نهرس هاد التومه، نهرسها هنايا نهرسوها غير واحد شي شويه. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، شي بزاف. دابا غادي نصفي الدنجال ديالي من الماء. هانتوما غادي نديه لواحد الشبكه نقطرو ونتلاقاو معاكم. من بعد ما صفينا الدنجال ديالنا بالشبكه غادي نديرو هنايا، كنحيدو منو داك الماء، كنزيد ندردر عليه واحد شويه ديال الملحه، حيت الملحه هي اللي غادي تنزل لينا هاد الوصفه هادي. دابا غادي ندير بوطه مهيله ونخلي هاد الدنجال ديالي يتنزل شويه. فلفله صفراء خضراء والحمراء، كاع اللوينات ديال الفلافل كاملين كنديروهم، كل وحده كتطلق البنه ديالها. هاد الصفرة حتى هي عندها واحد البنه زوينه. علاش تنشوطوهم شويه في الزيت، تنحيدو لهم هاد الجلفه ديالهم. ها هما اللي ما باغيش يديرها في الزيت كيشويها في البوطه. انا كتعجبني بحال هكايا، كندوزها في الزيت ما كتحرقش بزاف وكتجي بنينه. هذيك التشواط ديال الشوايه كتجي شويه كتشوط بزاف وكتجي المرونه فيها، تكون ماره سخونه. تنحيدو لها الجلفه باقا سخونه. ما فيهاش الجلفه بزاف، غير واحد شي شويه، حتى ما زويناش. تكون ديك الفلفله خضراء كتكون فيها المرورة. دابا الا بغيتي ديري شي فيديو ديري تحطيه في الماء هذا، قولي لي باش نحطهم بجوج. كيفاش؟ ملي كنبغي نحطهم في الماء صغار كدير مع البصله دير مع مطيشه بحال بود مثلا يكون هذا وهذا، نحطو لكم نصورهم بجوج يجيو تحطو بجوج. فهمنا؟ هاكاك. ماشي هذه التصويره وهذيك التصويره باش نجمعهم لا. علاش دابا انت باغي تصورهم؟ انا نصور دابا هذوك، ولكن الا جبتي لي اخر نعاود نصورهم بجوج نحطهم. الا حطيتي البنجان مع الفلفله السنوان هي خاصك غير شنو شويه، ناخذ كل تامزون انت. مو كتصور حنا كنهضرو. انا كنصور غير الخلا ماشي كنصورك. ها وانا كاع شنو فيها يا الا صورت. دابا غادي نقردها مزيان. هانتوما غادي نقردها على هاد الشكل. كنجمع فيها كامله. هاد الدنجال ديالنا درناه كيتقلى واحد شويه. الأحسن نقردو فيها شي شويه باش ما تجيش في الضغمه كبيبره.
كتعطي اللون ديالها حتى هي. شوف سبحان الله الفلفله الزريعه ديالها كتجي صفرا. دابا هنايا غادي نحط كل حاجه بوحديتها قلت. دابا غادي نخلطها. هو الدنجال كينزل دغيا ديال هاد الوقيته هادي ما كيشدش الطياب. هو كينزل له الزيت، ما درتش بزاف، درت غير واحد جوج معلقات صافي. غادي نردو يتشحر مزيان ونتلاقى معكم. هانتوما شفتو هي تا القالمه ديالها مع هذيك الزويته ديال الفلفله وديال الدنجال. ها هو طاب دغيا كيدوب، ما كيشدش الوقت نهائيا. بحال هاد الوصفه هادي ما كيشدش الوقت. ديرو بشي حاجه اخرى والله الا كيكون بحال شي بعاصي. هنايا عندي واحد قطعه ديال المطيشه اللي كاينه في الفريكو جامده. هي انا كنديرها في الفريكو، كنطيبها ونصفيها ونديرها في واحد الجبانيه ولا واحد السوبيره. وملي كتشد راسها مزيان كنهرسها، كندير لها طروفه. اي حاجه اي وصفه بغيت نديرها كندير تنحضر منها واحد شويه. عندي القزبور، كمون، السودانيه، هادو هما التوابل اللي غادي ندير في هاد الوصفه. درت واحد شي شويه ديال الماء. هانتوما دابا غادي تذوب هاد المطيشه وغادي تطلق حتى هي الماء ديالها. تجي هاد الوصفه معسله وكتجي صحيه وبنينه وصيفيه. وهذا هي ما فيهاش مكونات بزاف. دابا ما غاديش نحركها نهائيا باش نخلي هاد المطيشه تذوب، حيت راه صافي راه طابت مبقى ليها والو. هانتوما دابا غادي نغطيها ونخليها واحد 2 دقائق ولا 3 ونتلاقى معكم. هانتوما المتابعين ديالي العزاز، كما تشاهدوا الوصفه ديالي اللي حضرت معكم هي هذه. كتجي والله ما نعاود لكم، تجي معسله وخاتره وزوينه وبنينه مع ديك فلفله حمراء وخضراء. كل حاجه كتحط البنه ديالها. وكنديروا واحد الحاره لا يحرها على شي واحد. عندي مرقده في قريعه، وكنزوقوه بشويه ديال المعدنوس. هانتوما كما تشوفوا كيجي زوين، معدنوس خضر كيعطينا واحد البنه زوينه. ايوا هانتوما جربوها وردوا عليا الخبر. كنشكر كاع اللي دخل معنا من جديد، مرحبا به والقديم الدردار كما تنقول. شكرا لكم، شكرا داخل المغرب وخارج ارض الوطن. عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.